السلام عليكم شباب، يسعد لي كل اوقاتكم يا رب. طبعا انا كنت نايم، سحبت نومي تقريبا كم ساعة. انا عادتي وقت بنام بحط الموبايلات سايلنت وبحط راسي وبنام. حلوة هي سايلنت، بحطهم صامت وبنام. فاللهم صل على سيدنا محمد، صحيت والله على خبر بهز البدن، يعني بهز البدن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. والله العظيم والله العظيم والله العظيم انه شبه نشف دمي انا. يعني والله عم لكم تركت الجوالات من ايدي وصفنت تقريبا اكثر من ربع ساعة انا بس صافن، بس عم حاول استوعب شلون كيف شو اللي صاير. خبر وفاة عدنان، لا الحمد لله ما في من هذا الشيء. ما بعرف هي القصة كيف يا عدنان، هي كيف صارت، شو اللي عم يصير. بعثت لوالده، انا قلت له عمو طمني، والده رد علي بهي الرسالة انه هو غرقان وبالمشفى. ما بعرف، بس القصة بما فيها انه هي مصدمة، يعني كيف صارت كيف ما صارت ما بعرف انا. هلا انا بلومن على شيء واحد، هو على القلق يلي سووه فينا وعلى خضة البدن يلي نحن صحينا عليها. لانه يعني بنسمع اوقات وفاة انسان غريب بنتضايق، فما ببالك يكون واحد مننا وفينا ومن اقرب الناس لنا. عدنان غالي على القلب، غالي كتير كتير، قد ما بقلكن اخواتي، من اشخاص العزيزين جدا جدا على قلبي. فما بحب انا يلمس يا سمح الله لك يرمى بوردة، ما بحب. ولكن تصحى انت من النوم على خبر انه هو متوفي، والله العظيم ما هي يا شباب، ما بيشيل العقل، والله ما بيشيل العقل. الله يسامحهم لشباب الكلان اللي هن في الديسكورد تبعهم. شلون بتنشروا هيك شيء وانتم مالكم متأكدين؟ يعني انتم ليش بتلوعوا الناس بهي الطريقة، وليش حطيتونا بهذا الموقف ونشفتوا دمنا؟ تأكدوا من الموضوع، اعطونا مصدر صحيح، بعدين اطلعوا تكلموا بالموضوع. لا